هل الهجرة العشوائية لأمريكا اتلغت؟ ده طبعا الكلام المنتشر الفترة الأخيرة. طب يا أبو شهاد اتلغت يعني ولا إيه الدنيا؟ طب قبل ما أجاوبك على السؤال خليني أقول لك إيه هي الهجرة العشوائية لأمريكا للناس اللي ما تعرفش. هو نظام هجرة عشوائية لأمريكا وبيتعمل سنويا من 25 سنة. بيستقبلوا سنويا 50,000 شخص حول العالم. أنت بتقدم البرنامج يعمل قرعة وأنت وحظك، مفيش ولا واسطة ولا فلوس ولا أي حاجة، والتقديم عليها كان مجاني لحد السنة اللي فاتت. طب مين يقدر يقدم يا أبو شادي؟ في الواقع أي حد في العالم ما عدا الدول المحظورة. هسيب لكم الدول المحظوره تحت في الكومنت. ولو كسبت بتاخد الجرين كارد في امريكا، بتعيش وبتشتغل بشكل قانوني. خلاص يا ابو شادي عرفنا. ها اتلغت؟ اصبر عليا بس يا ابو حميد بفهمك الدنيا ماشيه ازاي يا اخي. في ديسمبر 2025 حصل اطلاق نار داخل جامعه براون بولايه رود ايلاند الامريكيه، اتقتل فيها شخصين واتصاب 9 جروح باصابات خطيره. المشتبه بيه يا صديقي طلع مواطن برتغالي دخل امريكا عن طريق الهجره العشوائيه سنه 2017. يوم الحاج ترامب ما صدق ويطلع على التلفزيون: اني قلت من زمان بلاش الهجره العشوائيه دي، بتجيب لنا قتله وارهابيين، احنا عايزين ناس من الدنمارك. انا بحب الدنمارك. عايز اقول لك ان الحادثه دي عملت ضجه كبيره قوي في امريكا لدرجه انها اثرت على الامريكيين نفسهم من ضباط الهجره الامريكيه. ضباط الهجره في امريكا بقوا ماشيين في الشوارع، اي حد بيشكوا في شكله او لهجته يسالوه هل انت مواطن امريكي، حتى لو هو مواطن امريكي. عايز اقول لك ان في ترند اليومين دول لمواطن امريكي لزق الباسبور الامريكي على جبهته علشان يتلاشى ضباط الهجره الامريكيه اللي ماشيه اليومين دول باداره ترامب. وبعد كلام ترامب قام الكونجرس بتعليق الهجره العشوائيه لحين اشعار اخر. لكن الخبر الحزين المؤكد يا عزيزي، اعلنت وزاره الخارجيه الامريكيه ايقاف وتجميد او معالجه تاشيرات الجرين كارد لمواطنين 75 دوله ابتداء من 21 يناير 2026، واهمها مصر، العراق، الصومال، المغرب وتونس والجزائر واليمن والاردن والكويت ولبنان وليبيا وسوريا وغيرها. وده يا عزيزي حمل التشديد على الهجره تحت رعايه الباشا الكبير. من الاخر هو شايفك هتاخد الجرين كارد وتروح امريكا تعتمد على المساعدات الامريكيه وخلاص. ولكن هل حدث الغاء رسمي؟ اشاعات كتير يا عزيزي، لكن لحد النهارده ما فيش اي قرار رسمي لالغاء الهجره العشوائيه لامريكا. متوقع ان اللي هيحصل تشديد صارم بحت للهجره القادمه، ولكن الامل بقى ضعيف جدا. يا صديقي وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تفعل زر الجرس وتدوس سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.